السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سقارين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد في الجبل. معانا طبعا العمدة مهدي. منور يا عمدة. ومعانا ضيف جديد يا شباب، وهو البطل الصغير الصقر الصغير مزون ابني. منور الدنيا يا زوزو. ان شاء الله احنا قاعدين في المحطة عند ابو سيد، وباذن الله نقعد هنا شوية كده ونبدأ نطلع الجبل ندرب هناك. يا جماعة أنا عايزكم تدعوا للعمدة مهدي بالشفاء، ربنا يتم شفاء على خير يا رب. والله هو تعبان جدا جدا جدا، ويعني ما كانش قادر يجي، ولكن لما أنا أصريت إن هو يجي معايا فكتر خيره جه معايا. ومجرد ما وصلنا أرض التدريب يعني زي ما انتم شايفين كده من التعب رقد يرتاح شوية، فادعوا له بالشفاء، ربنا يتمم شفاء على خير يا رب. وألف سلام عليك يا عمدة. طبعا هو نايم أصلا مش معانا دلوقتي خالص. يا جماعة في بس حاجة عايز أقولها. بصراحة يعني أكتر حد معايا في الرحلة دي كلها من البداية للنهاية هو مهدي، فربنا يبارك فيه يا رب. بصراحة لولا والله ما كنت هقدر أوصل للربع اللي أنا وصلته. الراجل ده يعني النهاردة زي ما قلت لكم تعبان فوق ما تتخيلوا، وكلمني كان تعبان جدا ومش قادر يجي وصوته ضايع، ومع ذلك انا لما قلت له انا مش هينفع انزل من غيرك، فالراجل تفضل مشكورا وجالي لحد البيت، وبعدين خدنا الطير ورحنا الجبل. فانا والله مهما اقول ومهما اعمل الراجل ده انا مش هقدر اوفي حقه، فربنا يبارك فيه ويديم الود والمحبه بينا. وان شاء الله يعني والله الواحد عاجز عن رد جزء صغير من جمايله، ولكن ربنا يقويني يا رب واقدر ان انا اسد جمايله دي عليا. والراجل ده فعلا والله اكتر من اخ. فانا النهارده نازل الجبل باكتر اتنين قريبين مني ما كانش في الدنيا، فهم في الهوايه دي مازن ابني ومهدي اخويا، فربنا يديم المحبه بينا. ومش عارف اقول له ايه بصراحه. تسلم يا ابو سيد على الشاي. فين؟ الله يهنيك. دي بتاع العمده مهدي ولا دي بتاع العمده؟ ماشي، اديها له العمده مهدي. ده مزونه. عمدة الشاي يا حبيبي. اتفضل يا حبيب قلبي. ألف سلام عليك يا عمدة. هنا مازن شاف غراب نوحي بيحوم. ما شاء الله يا جماعة في الجبل ده في جوز غراب نوحي أمريكي، يعني ما شاء الله أحجامهم ضخمة جدا جدا، وهم في اول التدريب موجودين. مجرد ما نبدا ندرب والحديات بتوصل للمكان ده الغربان دي بتختفي. تسلم لك يا عمده. ماشي. شوف الشيبس اهو، الشيبس بتاعك. طب تعالى وانا اجيبهولك. يلا مزون عشان ناكل. طب تعالى وانا اجيبهولك هنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده خلعت السبوق الجلد من رجل اعصار، وكنت جايب لها سبوق عربي. تمام، هبدأ ان انا اركبه لها زي ما انتم شايفين.
ثانية يا معلم. افتح ايدك بقى. افتح ايدك. هنا جامدة لو فتحت ايدك. هنا بدأت ألاحظ حاجة غريبة، لاحظت إن الإعصار خايفة من السبوق وكل ما تقف على الأرض تبدأ تطير تاني. يا نهار ابيض اهو. لو ركزتوا مع لحظة نزول على الأرض هتلاقوها اتخضت من السبوق وطارت من مكانها تاني. هنا مجرد ما نزلت على ايدي وشافت السبوق خافت فبدأت تطير تاني، فقررت ان انا اشيلها المرسل لحد ما تبدأ تتعود على السبوق وبعدين ابقى اركبه لها تاني.
هنا الى حد ما كان بدأت تتعود على السبوق، ولكن كل ما بحاول ان انا امد ايدي عشان امسكه بتخاف برضه، فبتبدأ تكمل طيران تاني. ولكن زي ما هتشوف في اخر الفيديو كانت خلاص بدأت ان هي تهدى، وبدأت ان هي تتأقلم معاه خالص يعني. وهنا كنت بحاول اخد كام صورة كده في الفيديو، علشان الفيديو اللي فات ما ظبطتش معانا الوضعية دي خالص. يلا يا مازن. علمت يا حبيبي خلاص. بصوا يا شباب، هتلاحظوا هنا ان هي نزلت مرة وبعدين راحت طايرة تاني، اتخضت من السبوق برضو. تمام. وهنا كمان مرة هتنزل، مش هتكمل حاجة، هتروح طايرة تاني، هتعملها هنا كمان مرة تاني لتالت مرة، ومجرد ما تنزل هتروح طالعة على طول. تمام. طبعا انا يعني الطير مفكوك، فانا ما حبيتش ان انا اضغط عليها بان انا لا ازاي بقى الطيره تنزل وكده ممكن تكون بتركن ومش عارف ايه والجو ده. لا انا عارف الحمد لله استجابه الطياره وشفتها، وانتوا شفتوا معايا في الفيديو اللي فات، وتحويلها كان ممتاز. ولكن برضو اي حاجه جديده يعني بناخدها بناخد بالاعتبار بتاعها وبنعدي، يعني فاهم. واحده واحده الدنيا هتظبط ان شاء الله. وهي في اخر الفيديو كانت اتعودت على السبوق، وانا سبتها النهارده بيه. هسيبه في رجلها يوم ولا اتنين كده لحد ما نتعود عليه، وبعدين الدنيا هتبقى تمام خالص يعني. وهنشوف برضه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.
هنا يا شباب هتلاحظوا ان هي خلاص بدأت ان هي تتعود على السبوق، حتى في وقفتها يعني ما كانت كل ما بتنزل بتتخض وتطير، دلوقتي واقفة في مكانها ما بتتحركش، فعادي خلاص ممكن تكون بتلعب فيه بتشده وكده بتستكشفه، ولكن بدأت تتقبله في رجلها. ودي كانت خطوة يعني بداية ان هي بقى خلاص تتعود على السبوق في رجلها وما تخافش وما تقلقش وكده. وبكده يا شباب تكون انتهت مغامرة النهاردة ووصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والأهم من كل ده انك تصلي على النبي، وما تنساش تتابع معانا سلسلة تدريبات إعصار في الموسم 2025 علشان بإذن الله في شغل جديد وحلو قوي بإذن الله هينزل معانا الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.